لو انت طالب في سنة رابعة وسؤال الخريطة بيلخبطك وبتخاف منه في الامتحان، يبقى انت محتاج يا بطل تتفرج معانا على الفيديو ده. أهم النقاط المطلوبة من طالب الصف الرابع في خريطة مصر هي كالآتي. أول شيء طبعا الحاجات البسيطة البدائية زي مثلا البحر، فأنا عندي هنا البحر المتوسط، في الناحية الشرقية أو في الجهة الشرقية البحر الأحمر، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. عندي طبعا منطقة شبه جزيرة سيناء واللي فيها محافظتين اتنين، شمال سيناء وجنوب سيناء. عندي نهر النيل، بحيرة ناصر أو بحيرة السد العالي، الاتنين صح. السد العالي أهو، تمام. طبعا الدول المحيطة بمصر من الجهة الغربية الجمهورية الليبية، من الجنوب دولة السودان، ومن الشمال الشرقي دولة فلسطين الشقيقة. طيب ده أهم النقاط الأساسية اللي معانا. ممكن يسألني إيه كمان في الخريطة؟ ممكن طبعا يجي يشاور لي هنا كده ويقول لي هنا في المنطقة دي كده، ويقول لي أعلى محافظات مصر سكانا. لو هنا في الجزء ده وسألني وقال لي كده، طبعا مدينة القاهرة العاصمة. يبقى لما يقول لي هنا ويشاور لي في الجزء ده بالظبط كده، والعاصمه عامه بتاخد شكل مربع كده، ده العاصمه. حتى لو ما عمليش مربع انا عارفه دي الدلتا وده الوادي، التقاء الوادي والدلتا منطقه طبعا هنا القاهره، فدي اكتر محافظات مصر سكانا. لو عمل لي الناحيه الثانيه في نفس المنطقه بس الجهه الغربيه من نهر النيل، يعني جهه شرقيه القاهره. طب لو شاور لي في نفس المنطقه بس في الجهه الغربيه، يبقى انا عندي الجيزه، يبقى محافظه الجيزه في الجهه الغربيه. طيب ايه ممكن يسألني في كمان؟ ممكن يقول لي اقل المحافظات سكانا، يعني محافظة اقل من 1,000,000 نسمة. عندي 7 محافظات اقل من 1,000,000 نسمة، زي شمال سيناء، جنوب سيناء. طبعا انا عندي اقل محافظة جنوب سيناء، بس ممكن يسألني في اي واحدة من دول. ممكن هنا كده ويشاور لي يحط رقم، فانا عندي محافظة طبعا شمال سيناء او جنوب سيناء. طب نعرفهم ازاي؟ المحافظات الحدوديه اللي احنا عارفينهم من الترم الاولاني كانوا 5 محافظات ومعاهم محافظتين 2 اللي هي السويس وبورسعيد. لو قلنا المحافظات الحدوديه شمال سيناء وجنوب سيناء، محافظه البحر الاحمر، يعني محافظه مش البحر نفسه بقى، البحر اهو، محافظه البحر الاحمر، محافظه مطروح، ومحافظه الوادي الجديد. دول كده كام؟ دول كده 5 محافظات اللي هي المحافظات الحدودية اللي احنا عارفينهم. لما نضيف ليهم طبعا محافظة السويس، هنا كده السويس ماشي شمال كده، ده خليج السويس فوقيه على طول او شماله مدينة السويس. وكمان مدينة بورسعيد، ممكن يشاور لي هنا كده يقول لي مدينه يقل فيها السكان عن 1,000,000 نسمه او من اقل محافظات مصر سكانا، يبقى بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر. ال7 محافظات دول اقل من 1,000,000 نسمه. ممكن يسالني عن واحد سيوه، يشاور لي هنا كده، يشاور لي هنا ويقول لي واحه. ايه الواحه اللي قرب الحدود مع ليبيا؟ طبعا دي واحد سيوه، واللي طبعا فيها تراث ثقافي خاص بيها والكلام ده. فطب واحد سيوة تبع ايه؟ تبع محافظة مطروح، فهي واحد سيوة اللي جزء من محافظة مطروح، دي الواحة اللي في ايه قرب الحدود مع دولة ليبيا. وممكن يسألني كمان، يعني ممكن يسألني يقول لي فيها منطقة فيها سياحة علاجية، نفس الشيء واحد سيوة فيها سياحة علاجية. طيب ايه اللي ممكن يسألني فيه كمان على الخريطة؟ ممكن يسألني في اي مدينة من مدن القناة اللي مشهورين طبعا برقصة المنبوطية والآلة السمسمية. فانا عندي مدينة بورسعيد، مدينة الإسماعيلية، هنا كده دول 3 مدن: بورسعيد، الإسماعيلية، ومدينة السويس. يبقى لو هو شاور لي على اي واحده من دول، بورسعيد هنا والاسماعيليه في الجزء ده ومدينه السويس في الجزء ده، او 3 محافظات دول، دي محافظات القناه، وال3 مشهورين بتراث ثقافي خاص بيهم. طيب ممكن يقول لي كمان انا عندي الجزء ده كله كده، ده الوادي، كل الجزء ده طبعا
الطويل عامل زي التعبان ازاي طويل، ده كله كده حوالين نهر النيل في صعيد مصر، ده اسمه ايه؟ الجزء ده كله اسمه الوادي. تمام، على ايه، على ضفاف نهر النيل، على شرق وغرب نهر النيل، ده الجزء اسمه الوادي، واللي مشهور بالسيره الهلاليه والتحطيب. فده كله ممكن يكون شاورني في اي جزء ده، طبعا ده الوادي. طب ايه ممكن كمان يسالني عليه؟ ممكن يسالني على سيناء، يعني انا عندي شمال سيناء او جنوب سيناء، او يسالني على المنطقه كلها، هي شبه جزيره سيناء، شبه جزيره سيناء. فانا ممكن يسالني على منطقه زي شمال سيناء او جنوب سيناء، محافظات من ايه، هي جزء من ايه، من شبه جزيره سيناء. طب شبه جزيره سيناء كلها طبعا منطقه يقام بها سباقات الهجن، فممكن يسالني يقول لي منطقه يقام بها سباق الهجن. لو شاور لي على سيناء كلها اقول له شبه جزيره سيناء. طب حدد لي محافظه، اقول له محافظه شمال سيناء او محافظه جنوب سيناء، حسب السؤال ما هو طبعا بيسالني فيه. نكمل بخريطة جديدة عشان الخريطة التانية اتملت بيانات كتير. طيب ممكن يسألني في حاجة مثلا زي منطقة النوبة. النوبة طبعا اللي هي جزء من محافظة، عن هنا محافظة أسوان، والنوبة جزء من محافظة أسوان، فممكن يشاور لي على الجزء ده، أقول له طبعا المنطقة بيتحدث أهلها بلغة خاصة بهم، فهقول لهم طبعا منطقة النوبة. إيه كمان ممكن يسألني فيه؟ ممكن يقول لي محافظة بيقل فيها نسبة الأمية، ويشاور لي طبعا لو جاب لي المنطقة دي كلها كده، قال لي محافظة من أقل محافظات مصر في نسبة الأمية، هقول له محافظة البحر الأحمر. محافظة البحر الأحمر. طيب هي البحر الأحمر بس؟ لا، أنا عندي كمان بورسعيد. إحنا فين بورسعيد؟ قلنا فين؟ تمام، بورسعيد هنا أهي، منطقة بورسعيد. تمام كده، يبقى بورسعيد من المحافظات اللي بيقل فيها جدا نسبة الأمية. وكمان محافظة الوادي الجديد، يبقى محافظة البحر الأحمر، محافظة بورسعيد، محافظة الوادي الجديد من المحافظات اللي بيقل فيها نسبة الأمية جدا. طب أكتر المحافظات في نسب الأمية، طبعا فأنا عندي محافظة المنيا ومحافظة بني سويف، هي أكتر المحافظات في نسبة الأمية. من الأشياء ممكن يسألني فيها طبعا المحميات الطبيعية. ممكن يشاور لي في المنطقة دي كده ويقول لي محمية طبيعية، المنطقة دي فيها محمية طبيعية. محمية إيه؟ محمية رأس محمد في جنوب سيناء، يبقى محمية رأس محمد في جنوب سيناء دي من أهم المحميات. وكمان عندي محمية وادي الحيتان تبع محافظة الفيوم، فأنا عندي لو شاور لي في الصحراء الغربية في الجزء ده، يبقى محمية في هنا كده محمية وادي الحيتان تبع محافظة الفيوم. محمية وادي الحيتان هنعرفها بأنها موجودة في الصحراء الغربية وتبع محافظة الفيوم. هعرف الفيوم إزاي؟ من بحيرة قارون. بحيرة قارون دي في الفيوم، فأنا هنلاقي جنبها على طول هنلاقي محمية في الصحراء الغربية تبقى محمية وادي الحيتان. لكن المحمية اللي عندي في جنوب سيناء هنا دي محمية رأس محمد. طبعا من الاشياء برضو المهمه ممكن يسالني فيها منطقه ابو مينا، هي تبع الاسكندريه. طبعا من مدينه الاسكندريه من الاشياء المهمه جدا بيسال فيها كتير في الامتحان وبيجي عليها اسئله كتيره، اكتر من سؤال باكتر من صيغه. فمدينه الاسكندريه موجوده طبعا هنعرفها ازاي؟ في غرب الدلتا. دي الدلتا، المثلث ده كده اللي قدامنا ده الدلتا، في غرب الدلتا مدينه وعلى الساحل يبقى مدينه الاسكندريه، هي المدينه الثانيه طبعا بعد مدينه القاهره. فانا عندي جاب لي جزء فيها كده جنبها او في اسكندريه نفسها، قال لي منطقه تراث ثقافي، هقول له ابو مينا. جاب لي يقول لي بعد كده قال لي مثلا مطارات الدوليه المهمه، مطار برج العرب. فانا عندي منطقه اسكندريه فيها اسئله كتير عليها. طيب هل عندي أديرة تانية أو أماكن مهمة؟ طبعا عندي دير سانت كاترين في جنوب سيناء، يعني عندي في جنوب سيناء عندي رأس محمد، وعندي كمان دير سانت كاترين في جنوب سيناء. طيب دي اشهر الاماكن. طب نرجع بقى لمدينه اسكندريه اللي اتكلمنا عنها، قلنا ممكن يسالني كتير، ممكن يقول لي مدينه هي مدينه تشتهر بوجود المسرح الروماني وعمود السواري، قلعه قايتباي، دي كلها طبعا تراث ثقافي، ودي كلها في مدينه الاسكندريه. نعرف مكان الاسكندريه فين؟ ساحل البحر المتوسط اهو، هي على الساحل في غرب ايه؟ في غرب الدلتا. لمدينه يوجد بها الكنيسه المعلقه، الكنيسة، أو يقول لي فيها جامع عمرو بن العاص، يبقى مدينة القاهرة. يبقى أنا عندي القاهرة هنا شرق النيل، القاهرة شرق النيل، ناخد بالنا غرب النيل يبقى الجيزة، لكن هنا القاهرة.
ها، القاهرة فيها حاجات كتير، من اكتر محافظات طبعا في عدد السكان، اماكن اللي يعني فيها اماكن كتيره جدا تراثيه واماكن مهمه، الكنيسه المعلقه، جامع عمرو بن العاص، حصن بابليون، الدرب الاحمر، ومجمع الاديان. القاهره التاريخيه اللي فيها الدرب الاحمر، وفيها مسجد احمد بن طولون، شارع المعز اللي فيها اللي طبعا اماكن هامه جدا تاريخيه، ده وعمرو بن العاص وكده. طيب وده القاهره التاريخيه. ممكن يقول لي حصن بابليون، جامع عمرو بن العاص، الكنيسه المعلقه اللي هي مجمع الاديان، فبرضه في القاهره. طيب لو قال لي ناخد بالنا الاهرامات، ابو الهول، هرم سقاره، لا يبقى مش قصده على القاهره، يبقى قصده على المدينه اللي في غرب النيل قصاد القاهره، بس في غرب النيل هنا الجيزه، يعني ناخد بالنا من القاهره فين والجيزه فين. تمام، يبقى الجيزه في غرب، هي فيها الاهرامات وابو الهول وسقاره. طيب قال لي مثلا مدينه تتميز بمياهها الصافيه، وجود الشعاب المرجانيه، لا ده كده بيتكلم على مدينه ساحليه، شعاب مرجانيه يبقى البحر الاحمر، يبقى مدينه شرم الشيخ في جنوب سيناء، هنا كده مدينه شرم الشيخ في جنوب سيناء، واللي فيها محميه راس محمد. طبعا ممكن يسالني كذا سؤال على منطقه شرم الشيخ، ممكن يقول لي مثلا ايه، مدينه اطلق عليها مدينه السلام، مدينه ترفيهيه او فيها سياحه ترفيهيه، مدينه فيها شعاب مرجانيه ومياه صافيه، كل ده مدينه شرم الشيخ. يبقى مدينه شرم الشيخ ومنطقه شرم الشيخ من الاماكن الهامه جدا في جنوب سيناء، وليها كذا سؤال ممكن يتسال فيه. طبعا عندي على ساحل البحر الاحمر ومدينه الغردقه ومدينه سفاجه، نكمل مع بعض وخريطه بس يعني تكون واضحه. عندي طبعا هنا مدينه الغردقه، هنا كده الغردقه دي من المدن الهامه على ساحل البحر الاحمر. قصاد التانية بتاعه نهر النيل ثانيه قنا دي، قصادها تقريبا هنلاقي مدينه سفاجه. فمدينه سفاجه على ساحل البحر الاحمر. ننساش طبعا هنا شرم الشيخ، لو اتكلمنا على وسالني على مدن، هنا مدينه القاهره، قصادها الجيزه، مدينه الجيزه او محافظه الجيزه، هنا الاسكندريه. الله، ده ممكن يسأل لو انا عارف اماكن المدن هيسألني باكتر من صيغه، بس انا عارف مفيش اي حاجه هتلخبطني. يعني مثلا يقول لي اهم الموانئ على البحر المتوسط، انا عندي اسكندريه وعندي ميناء تاني هام على البحر المتوسط وهو ميناء دمياط، اعرفه ازاي؟ انا عندي نهر النيل فرع، هنا فرع اسمه فرع دمياط وفرع رشيد، فانا عندي في نهايه، هو سمى فرع دمياط ليه؟ على اسم المدينه اللي بيصب عندها نهر النيل وهي مدينه دمياط، فانا عندي هنا مدينه دمياط. مدينه دمياط في اقصى شمال مصر، دي مدينه عند نهايه فرع دمياط. تمام، يبقى دي مدينه دمياط. لو شاور لي عليها وقال لي ميناء هام هقول له دمياط. لو شاور لي في الناحيه الغربيه ده دي اسكندريه. المواني على البحر الاحمر يا ميناء الغردقه، ميناء سفاجه، طبعا السويس ميناء مهم جدا برضو على البحر الاحمر، ميناء السويس واللي فيها راس البنبوطيه وايه اللي احنا عرفناه. طيب ما ننساش طبعا انا عندي ده خليج صغير، ده خليج العقبه، ده كده خليج العقبه. قصاده بس تخين شوية عنه ده خليج السويس. أعرفهم إزاي؟ خليج السويس هنلاقيه شماله مدينة السويس، وفوقيه قناة إيه دي؟ قناة السويس. قناة السويس اللي هي واخدينها الترم الأولاني ومن أهم الممرات الملاحية في العالم. طيب ده كده ممكن يسألني في المطارات عادي جدا، يقول لي شاور لي هنا، قول لي مطار دولي، مطار القاهرة الدولي. لو شاور لي في اسكندرية هقول له مطار برج العرب بالاسكندرية. شاور لي هنا في الجزء ده وقال لي مطار دولي، هي محافظة ايه دي؟ محافظة مظبوط، محافظة أسوان، يبقى مطار أسوان الدولي. وما ننساش كمان ان في حته برضو مهمه، زي ايه؟ انا عندي في اسوان، طالما احنا بنتكلم على اسوان، فانا عندي في اسوان معبد ابو سمبل. معبد ابو سمبل، معبد ابو سمبل واللي انقذتهم لي طبعا منظمه اليونسكو ومن الغرق بعد بناء السد العالي، دي بحيره ناصر او بحيره السد العالي، يا بحيره قلناها بحيره ناصر. لما جينا بنينا هنا قصاد بحيره ناصر السد العالي، ده كده السد العالي،
فمنظمة اليونسكو لما عملنا البحيرة دي وعملناها مكان لتخزين مياه نهر النيل، فطبعا اتغرق معبد ابو سمبل وتم نقله عن طريق منظمة اليونسكو، كانت عمل عظيم جدا. طيب ايه كمان؟ عندي طبعا ممكن يشاور لي على محافظة اسوان ويقول لي مدينة فيها متحف النوبة، هي محافظة يوجد بها متحف النوبة ايضا في محافظة اسوان. لو اخر حاجه بقى، يعني ده احتمال ضعيف بس برضو احنا بنحدد كل شيء على الخريطه، ما نضمنش ايه اللي ممكن يجي. القطار الكهربائي اللي بيربط بين العين السخنه هنا كده، يعني دي العين السخنه وكمان وبين العلمين مرورا بالعاصمه الاداريه. فانا عندي القطار الكهربائي ده هيمر في العين السخنه والعاصمه الاداريه وبعدين يطلع على لغايه العلمين، فهو ماشي في اماكن كتيره، فده من اماكن يعني احتماليه ضعيفه، بس يعني عارفين فين العين السخنه وفين العلمين، والقطار الكهربائي السريع اللي هيربط بينهم. وبكده ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الصف الرابع نكون غطينا كل اسئله الخريطه، كل الاحتمالات. طبعا احنا اشتغلنا على كذا خريطه، فكل الاحتمالات وكل الاسئله المحتمل انها تيجي على خريطه مصر بالنسبه للصف الرابع ان شاء الله مش هتخرج عن هذه النماذج. دمتم في امان الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله في مقطع جديد او فيديو جديد وشرح جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.